تخيل معايا كده المشهد ده. راجع بيتك بعد يوم شغل طويل جدا، تفتح الباب تلاقي مراتك بتقولك: صاحبتي ملهاش مكان تبات فيه كام يوم، ينفع تقعد عندنا شوية؟ أصل هي متخانقة مع جوزها وزعلانة منه. ومنتهى الطيبة ترد عليها تقول لها: أكيد طبعا، البيت بيتها. ومش بس كده، كمان تتنازل عن أوضة نومك وتنام انت في الصالة بره على الكنبة علشان الضيفة تاخد راحتها. تمر الأيام، يوم واتنين وتلاتة وأربعة، لحد لما يعدي 10 أيام والضيفة لسه موجودة في البيت، وانت مقتنع بقى ان انت بتعمل واجب وان دي شهامة وأصول. لكن الحقيقة بقى كانت مختلفة تماما، لأن الضيفة دي ما كانتش ست أصلا. ودي كانت بداية واحدة من أغرب القضايا الجنائية اللي شافتها مصر. السلام عليكم، أنا مروة، أهلا بكم في حلقة جديدة. النهاردة هقول لكم قصة من أغرب القصص اللي عمرك ما سمعت ولا هتسمع عنها أبدا. قصتنا النهاردة بتاخدنا لسنة 2013 وتحديدا في صعيد مصر. في يوم هادي كده، أولياء الأمور بيتجمعوا قدام مدرسة من المدارس. فجأة بيلاحظوا إن في راجل مرمي على الأرض جنب سور المدرسة ما بيتحركش. الناس كلها جريت ناحيته واكتشفت إن هو غفير المدرسة، عم جمال. بما ان الراجل ده كان معروف عنه ان هو بيعاني من مشاكل صحية كتير، فمعظم الموجودين اعتقدوا ان الوفاة طبيعية جدا. لكن لما وصلت الشرطة كان في تفصيلة صغيرة خالص خلت القضية تاخد اتجاه تاني مختلف تماما. رجال المباحث قرروا ان هم ينقلوا الجثمان للطب الشرعي، ومن هنا بدأت رحلة البحث عن الحقيقة. ولكن عشان نفهم اللي حصل بالتفصيل لازم نرجع بالزمن شوية. عم جمال كان راجل بسيط جدا من محافظة سوهاج، معروف بين الناس بالطيبة والجدعنة. اشتغل طول عمره علشان يوفر حياة كريمة لأسرته، ورغم فرق السن الكبير بينه وبين مراته إلا إنه كان بيحاول يحقق لها كل اللي بتتمناه. مرت السنين وربنا رزقهم ب3 أولاد، وكان أي حد يشوفهم يفتكر إن هم أسرة مستقرة جدا. لكن مراته بقى، واللي كان اسمها نصرة، ما كانتش راضية عن الحياة دي خالص. مع مرور الوقت بدأت تحس إن هي مش راضية عن حياتها، وبدأت تقارن نفسها بغيرها، لحد لما سمحت للشيطان إن هو يدخل بينها وبين جوزها. وفي يوم من الأيام الحنفية بتاعت الشقة باظت، فعم جمال راح جاب سباك اسمه كرم علشان يصلح الحنفية. لكن الزيارة دي هي دي بقى كانت نقطة التحول. كرم لاحظ إن الزوجة مش سعيدة، وبدأ بقى يتقرب منها بكلام معسول، ومع الوقت اتحولت المجاملات لعلاقة سرية. وبعد فترة جات لكرم فرصة شغل في أسيوط. بدل ما يبعد بقى عنها خالص، فطلب من نصرة إن هي تقنع جوزها إن هما ينقلوا حياتهم كلها لهناك، لأن الاتنين ربطتهم ببعض علاقة قوية جدا طبعا في الحرام. بالفعل بقى بدأت تضغط فعلا على عم جمال بحجة إن هي عايزة تستقل بعيد عن بيت العيلة، لأن هما كانوا ساكنين في بيت أهل عم جمال. وكالعادة وافق من غير ما يتردد، لأن من كتر حبه لنصرة ما كانش بيرفض لها طلب أبدا. ساب بقى أهله وبلده وخد ولاده وراح لأسيوط، واشتغل هناك غفير في مدرسة. وكان بيخرج كل ليلة علشان يروح شغله وهو مطمن إن بيته في أمان. لكن اللي ما يعرفوش بقى عم جمال إن هتبقى فيه نهاية مأساوية ما كانش عامل لها أي حساب. كرم بقى يدخل الشقة في غياب عم جمال، وكل حاجة ماشية زي ما هو ونصرة مخططين بالظبط. لكن بعد مرور الأيام مواعيد شغل عم جمال بقت تتغير، وبقى ممكن يرجع في أي وقت، وده خلاهم يخافوا إن السر بتاعهم ينكشف. في اللحظة دي كرم قال لنصرة إن هو عنده فكرة محدش هيتوقعها أبدا. راح اشترى عباية سودة واسعة ونقاب وتنكر في شكل ست، وبقى يدخل البيت على إنه صاحبة نصرة اللي عندها مشكلة مع جوزها وملهاش مكان تروح له. ولأن عم جمال كان راجل طيب وابن أصول ما شكش في لحظة، بالعكس رحب بيها جدا وقال إن هي ضيفة في بيته، وساب لها أوضة نومه كمان ونام هو في الصالة. عدى يوم وبعدين يومين لحد ما بقوا 10 أيام كاملة والضيفة لسه عايشة معاهم في نفس الشقة. الجيران كلهم كانوا فاكرين إن الست منقبة، ومحدش تخيل إن هي تحت النقاب يكون في حد تاني خالص غير الست دي. لكن مهما طال الكذب بيجي يوم والحقيقة لازم تظهر. بعد أيام الناس لقيت عم جمال متوفي جنب المدرسة اللي كان بيشتغل فيها. في الأول الكل افتكر إن الوفاة طبيعية جدا، خاصة إن هو كان بيعاني من مشاكل صحية كتير. لكن تقرير الطب الشرعي قال إن في علامات خلت رجال المباحث يشكوا إن الموضوع مش طبيعي. ومن هنا بدأت التحريات. الضباط راجعوا كل تحركات عم جمال وسألوا الجيران، وكل واحد كان بيحكي معلومة صغيرة لحد ما الصورة بدأت تكتمل.
أقوال نصرة كمان كانت فيها تناقضات، وكل ما كانوا يسألوها كانت تغلط في كلامها، ولما المحققين واجهوها بالأدلة ما قدرتش تكمل، انهارت جدا واعترفت بكل حاجة. واعترفت كمان إن أم علي اللي كانت قاعدة عندهم في البيت ما كانتش ست أصلا، اللي هي الست المنقبة دي كانت كرم بتنكر في نقاب طول العشر أيام دول. بعد اعترافها الشرطة قبضت على كرم، ومع التحقيقات اعترف هو كمان، وقال إن هو كان بيحب نصرة جدا وما كانش متخيل إن هو يشوفها مع راجل تاني. وفي يوم من الأيام اتفق معاها إن هما يقتلوا عم جمال، بس يموتوه بطريقة تبان إن هي موتة طبيعية جدا، وهيموتوه ويرموه عند سور المدرسة على أساس إن هو توفى هناك ووقع من طوله ومحدش حس بيه. واتفق معاها إن هو يروح أي صيدلية وهو لابس النقاب ويجيب أي مخدر، وتتصل هي بعم جمال وتقوله تعالى اقعد معايا ساعتين نتعشى مع بعض ونقضي ليلة حلوة، وتقوله إن صاحبتها خرجت راحت مشوار وراجعة. وطبعا عم جمال يا عيني فرح جدا لأن هو كان بعيد عن مراته مدة طويلة جدا. وفعلا نفذوا الخطة واتصلت بعم جمال، وعم جمال رجع البيت وحطت له كمية مخدر كبيرة جدا في العصير وشربه وأغمى عليه. وبعد شوية جاب حتة قماشة مبلولة وحطها في بق عم جمال علشان خاطر نفسه يتكتم خالص. وعم جمال يا عيني عشان كان تحت تأثير المخدر ما قدرش يدافع عن نفسه لحد لما نفسه اتكتم خالص ومات. ولما اتأكد بقى ان هو مات شال الجثة وراح رماها جنب سور المدرسة علشان الناس كلها تفتكر ان عم جمال مات موتة طبيعية. بعد كده اتحولت القضية كلها لمحكمة الجناية وتم الحكم عليهم بالإعدام. وهنا انتهت واحدة من أغرب القضايا اللي شافتها مصر. لكن الحقيقة أكتر ناس دفعوا الثمن ما كانوش المتهمين، لأ، كانوا الثلاث أطفال صحوا في يوم لو أبوهم مش موجود وأمهم بقت بعيدة عنهم. وده أكبر دليل إن أي قرار غلط ممكن يدمر حياة ناس ملهاش أي ذنب. ولحد هنا خلصت حكايتنا. أشوفكم إن شاء الله في حلقة جاية في قصة جديدة. السلام عليكم.